معاكم جهاد كريم من قناة قضايا جهاد كريم، والنهاردة هحكي لكم عن قضية هزت مصر كلها. بنت اتحكم عليها بالإعدام بعد ما قتلت أمها بمساعدة عشيقها. أيوة، اللي بتسمعيه ده حقيقي. دي قصة نورهان خليل، طالبة عندها 20 سنة من بورسعيد، لكن اللي عملته ما يتعملش. نورهان كانت عايشة حياة عادية، طالبة متفوقة ومحبوبة، لكن كان عندها سر. كانت على علاقة بشاب اسمه حسين بيشتغل عامل توصيل، وعيلته كلها كانت ضد العلاقة دي، بس هي كملت وكانت بتقابله من ورا أهلها. ولما أمها شكت فيها بدأت المشاكل. في يوم أمها قررت تحط لها حد وقالت لها هبلغ أبوكي وهبوظ لك حياتك. بس نورهان ما قبلتش التهديد، راحت لعشيقها حسين واتفقوا على خطة شيطانية. قالت له تعالى البيت لما ماما تنام وأنا هفتح لك الباب. وفعلا يوم 6 ديسمبر 2022 دخل حسين بيتهم بالليل، ونورهان ساعدته. مسكوا سكينة ونهالوا على الأم ضرب. الأم فضلت تصرخ حرام عليكم، أنا أمك يا نورهان، بس مفيش قلب. البنت قتلت أمها. الصبح مثلت إنها منهارة وبلغت الشرطة، لكن التحريات فضحتها والموبايل كشف كل حاجة، رسايل، مكالمات وتسجيلات. القضية وصلت المحكمة، والنائب العام قدمها للمحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وحكم عليها بالإعدام. لكن لأنها أقل من 21 سنة الحكم اتحول لمؤبد. السؤال هنا، إزاي بنت تقتل أمها؟ هل الحب الأعمى ممكن يخلي الإنسان وحش؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. هل نورهان ضحية ولا مجرمة وتستحق الحكم؟ استنوني في حلقات جديدة من قضايا جهاد كريم، القضايا الواقعية اللي وراها أسرار كتير.